حضرتك معايا الاستاذ احمد صبري الصحفي في البوابه نيوز. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور. معتز. انت واحد من اهل القريه مش كده؟ صحيح. ايه اللي حصل يا احمد؟ حضرتك امبارح الساعه 11:30 سمعنا صوت قوي ضرب، وبعد كده في انذار في محطه الميه. بدانا الاهالي تخرج تشوف اللي بيحصل. ما فيش بالظبط 5 دقايق لقينا الغاز انتشر بشكل كثيف في داخل 5 6 بيوت المحيطين بمحطه الميه، وحصل عمليه اختناق بالفعل. واتصلنا بالدكتور عصام فرحات مدير دورة الطوارئ بالشرقية. الراجل مشكور، بعتنا 3 سيارات اسعاف، وفي ده 5 في اسعاف كمان يعني. 3 عربيات سيادتك. اصل العميد محسن بيقول لك ما فيش حاجه. في 7 مصابين من اهل القريه، و2 مصابين اللي هم العمال بتوعه، واحد اسمه عمرو وواحد اسمه رضا. طب سياده العميد، في احمد اهو شاهد عيان وصحفي ومن اهل القريه. حضرتك يا فندم انا اسف يا فندم ان هقولها على الهوا ان اول الموضوع ده اتعمل في البوابه نيوز وفي بعض القنوات اللي اتاخد منها للاسف يا فندم. حضرتك عشان يبقى انا صادق او هو اللي صادق، اللي يحدد كده هو مدير مستشفى منيا القمح سياده المحافظ شخصيا. تمام يا فندم. حضرتك تتاكد من رقم المحضر اللي احنا عملناه للشخص دوت. اشمعنى يا فندم لو انا عندي كلور اتسرب من محطه، اشمعنى ال5 افراد اللي هي الست العجوزه واولادها ال3 وواحد كمان، ليه هم دول ال5 بس من القريه؟ والراجل اللي هو عمل كده هو متعدي على المحطه يا فندم، لان هو واخد من حرم المحطه. اشمعنى ال5 دول بس؟ طب احمد ايه اشمعنى ال5 دول؟ سيادتك هم مش 5، هم 7، مش 8 عمال كمان، مش زي ما الخبر اتنقل يا فندم. هم 5 يا استاذ معتز، وفي 2 عمال. ماشي يا استاذ معتز. وفي من ضمن العمال احنا اللي نقلنا العمال الاول في مستشفى خاصه، من ضمن اللي نقلهم عسكري من النقطه كان قاعد حراسه على على البوسطه اللي جنب محطه الميه. احنا بنستشهد بالعامل دوت اللي هو راجل القانون، وبنستشهد برجال الاسعاف اللي هم جم وخدوا اسماء ال2 العمال وعملوا لهم اسعافات اوليه لان كان عندهم ضيق في التنفس. ماشي. وعملنا محضر امبارح حضرتك رقمه 9283. ده جه مأمور المركز ورئيس المباحث وعملوا محضر بالحادثه، ولقوا فعلا في تسريب كلور. والنهارده الناس كانوا في النيابه عند رئيس النيابه واتسالوا واثبتوا صحه